ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا طالعه النهارده وفي قمه الحزن بصراحه على وفاه آه، الفنان القدير صلاح السعدني. آه، آه، هو طبعا كان مشهور قوي بسليمان غانم العمده. آه، هو كان فنان كبير، صلاح السعدني فنان كبير في عالم الفن المصري، وكان ليه مساهمات كبيرة في صناعة الدراما التلفزيونية والسينمائية، فكان بيتمتع بشعبية كبيرة في مختلف شرائح المجتمع، يعني في مختلف طبقاته. فعلا فعلا كان هو شخصية طيبة. حتى في أدواره كانت أدواره، أغلب أدواره وخصوصا دور العمدة في ليالي الحلمية كان مميز جدا. كان العمدة الساخر الخفيف الدم. كانت كل أغلب المشاهدين كانوا بيتفرجوا ويشوفوا عشان سليمان غانم والإفيهات بتاعته والأسلوب الساخر كان جميل جدا جدا، الله يرحمه. فعلا احنا فقدنا إنسان أو فنان جميل قدير. ربنا إن شاء الله يدخله فسيح جناته إن شاء الله ويكون مغفور له ذنبه. طبعا احنا عارفين إن معاه ابنه الكبير فنان اسمه أحمد السعدني. طبعا هو ابنه كان دراعه اليمين في طول مراحل التعب بتاعته اللي قبل ما يفارق الحياة. فكان دايما معاه. وطبعا انا كنت عايزه اقول لكم ان صلاح السعدني آه، قبل طبعا دخوله في الفن، برغم انه ابنه برغم ان اخوه كان كاتب صحفي ساخر اللي هو مين، اللي هو محمود السعدني، بس هو اتجه للتمثيل. هو على فكرة واخد حاصل على كلية زراعة سنة 1943. كان ليه أدوار جميلة جدا 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 جدا. صور عائلية مع ابنه وأفراد العيلة. كان ليه أدوار جميلة جدا من كتر كتيرة جدا، بس اللي مذكور اللي هو الصورة دي في أبنائي الأعزاء شكرا. كان دور جميل جدا جدا في المسلسل ده. كان بيلعب دور مسلسل كان بيلعب دور ابن الفنان القدير عبد المنعم مدبولي. كان مسلسل فوق الرائع. كان جميل جدا ومميز في حسن أرابيسك. كان جميل فعلا فعلا في فيلم الأرض مع الفنان الكبير الجميل محمود المليجي. طبعا آه، نعزيكم ونعزي أنفسنا في الفنان صاحب القلب الطيب والروح المرحة. وندعو له إنه يكون إنه يكون في مكان أحسن من اللي هو من اللي احنا عايشينه هنا، وإن شاء الله يجعل مثواه الجنة. زي ما قلت لكم ابنه أحمد ما سابهوش خالص، والله كأنه سبحان الله كأنه دراعه اليمين. أنا في أغلب هما العيلة كان سند وعكاز معاه. دي من الصور اللي هي آخر الصور التقطها معاه، كان نشرها على الفيس لي. هنا بقى العمدة الجميل المحبوب. كان بيطلع بهدوم وملابس يضحك الناس، وفي نفس الوقت دراما رهيبة رهيبة. كان الله يرحمه كان ذو شعبية كبيرة جدا في جميع شرائح المجتمع. آه، فإن شاء الله ندعو له بالمغفرة، وندعو له إنه ربنا يجعله في الفردوس. و ونعزي أنفسنا ونعزي الشعب المصري ونعزي الفن
على هذا الممثل القدير، صاحب الأخلاق الحسنة، وصاحب الطبع الطيب.